بص على اللوحة، بص على اللوحة. النادي الأهلي نفسه مفتوحة. بص، الأهلي لما بيلعب الإسماعيلي وبيكسبها سكور كده بيبقى الواحد نفسه فعلا مفتوحة وبيشفي. بص هنا بيبقى الواحد طاير من الفرحة. الأهلي النهاردة بيكسب برباعية. أي نعم، أنا شايفه مكسب كويس، ولكن خادع بالنسبة لان احنا بنلاعب فرقة ضعيفة، فرقة مش موجودة، فرقة زي ما بيقولوا ميتة ما جاتش النهاردة. الأهلي بيبدأ ب4-3-3. بيبدأ بالشناوي، قدام منه اتنين استوبرات، هاني ومع وجود ربيعة، وعلى الشمال كوكا، على اليمين أكرم توفيق، قدام منهم ثلاثة أحمد رضا ومروان عطية، وقدام منهم إمام، ومعاك في ناحية اليمين محمد عبد الله، في ناحية الشمال الشحات، قدام منهم راس حربة جراديشار. الأهلي بيكسب مكسب خادع في وجهة نظري، لأن فريق بصراحة فريق مش موجود، فريق ميت. الإسماعيلي في أزمة بكل الطرق، بحاجة بصراحة وحشة. يعني حزين عليهم، حزين بصراحة. بص، شايفين الحزن زي ابتسامة فيها حزن داخلي، فيها حزن. بص يعني ما اقولكش على الحزن الداخلي زي ما قال المعلق المباراة. يعني بصراحة الابتسامة دي جوايا مشروخ من جوايا على الإسماعيلي بصراحة يعني. و وبتمنى لهم التوفيق في اللي جاي. الاهلي بيحرز الاربع اهداف النهارده، امام عاشور ومروان عطيه والشحات الغير محظوظ النهارده بالمره في كل الكور اللي بتحصل له، من زحلقه، من بيلين، من كل حاجه. وبصراحة محمد عبد الله هايل. محمد عبد الله نجم صاعد بإذن الله، ربنا يوفقه بإذن الله، وكولر يديله أكتر من كده. مع وجود ان انا عارف ان هو هيبقى صعب عليه، يعني ان هو في المستقبل ان هو يلعب كتير، بس يعني ياخد دقايق. اتمنى ان هو يزوده، يعني ياخد دقايق، ياخد ماتشات. لعيب بصراحة هايل، مع اعتماد كولر طبعا على اللعيب الجاهز الكبير الخبرة بيصعب مع محمد عبد الله، ولكن محمد عبد الله بيحرجه في أدائه الرائع والممتاز. واحمد رضا النهارده بيعمل مباراة كويسة وجيدة يعني لحد ما، ولكن في استعجال في الباص، ما بيهداش عليه، في عنده مس باص شوية، في الباص الريسكي دايما، يعني مش دايما، يعني انه نسبة 50% ضايع منه. اتمنى يكون اهدى واروق من كده، وان هو ما يستعجلش في باصاته. مروان عطية طبعا نجم فوق العادة. امام عاشور بسم الله ما شاء الله يا ابن ربنا يحميك، بيعمل كل حاجة في الكورة، بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يزيدك باور ويزيدك صحة ويكفيك شر الإصابات. طبعا في خلل دفاعي واضح بيظهر امام الاسماعيلي، ما بالك بقى فرق زي بيراميدز، فرقه زي الزمالك. مع احترامي للاسماعيلي، فريق يعني اعتقد انه بقى من فريق اللي هو اللي بينافس على الهبوط، ما يذكرش. آه، يعني اعتقد ان لما تظهر في الاخطاء الدفاعيه الجسيمه دي، اللي ممكن كانت تؤدي الهدف واتنين، وتضيع منك 2 بونت، ولا اسهل منهم مثلا في مباراه زي دي. بصراحه يعني الكلام لازم دفاعيا بما يرضي الله. احنا محتاجين اسطوبر، يعني حتة كده تطلع. هو عندهم بصراحة محمد عمار عاجبني يعني، بس عليه بعض الكلام، بس محمد عمار مدافع هادي، مدافع بحب ستايل بساطه وستايل هدوءه دوا، من الناس الحلوة، وافتكروها ان شاء الله يعني، ان بإذن الله هيبقى ليه شأن بإذن الله. نعم هو مش صغير، بس
اعتقد يعني ان هو ممكن يروح نادي كويس. ايه كمان معانا؟ النادي الاهلي طبعا بيدخل بارتياحية على ماتش الزمالك القادم باذن الله. في حين ان الزمالك بيتعادل النهارده وبيخش طبعا، بس اعتقد الزمالك لما بيعمل ماتشات زي كده بيدخل برضو يعمل ماتش قدام الاهلي. ماتشات الاهلي والزمالك ايا كان، مع احترامنا للاهلي والزمالك، مباراة القمة بتبقى مباراة جيدة، وإن شاء الله إن تكون من نصيبنا بإذن الله. وانتظروني في مباراة القمة بإذن الله، ولايك وشير لأخوك وحبيبك مصطفى، تدعمني علشان الصفحة تكبر بيكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.